عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب اليوم جبنا لكم ملف او بي بي تثبيت سلاح مع ازالة سموك عالمية كورية. شباب هذا الملف موجود هاي الامتيازات فيه، ولكن اليوم تغير عندنا الموقع فقط، لان الموقع مالتي الميدا فاير ترس يعني صار ما عندي مجال اقدر انزل بيه. فانا ايش سويت اخوان؟ راح احولكم على الرابط الثاني واعطيكم الخطوات السهلة، الخطوات التحمل بدون اعلانات، يعني ان شاء الله ماكو اعلانات. هسه انت قبل لا تحمل الملف تروح على ضبط الجهاز. ليش رحنا على ضبط الجهاز؟ على مود خاف واحد ما مسوي هاي الخطوة مال ازالة الاعلانات. هسه انا عندي موجودة اتصالات، البعض عندهم شبكة، بعض مكتوب ضبط شبكة، فهو انا عندي هسه اتصالات اضغط عليها، اروح اضغط على مزيد من الضبط، واروح على دي ان اس، هذا دي ان اس الخاص اضغط عليها كذلك. راح تلقيها بهالشكل، انت راح تلقيها بهالشكل ايقاف، راح تلقيها بهالشكل، انت راح تلقيها ايقاف او تلقيها تلقائي. انت شو تسوي؟ شو تسوي حبيب قلبي؟ تضغط على اسم المضيف، تضغط على اسم مضيف مزود دي ان اس الخاص، راح تضغط، راح يطلب من هنا فارغه، راح تلقيها هيك الفراغ هذا. راح شو تسوي انت؟ تضيف هذا الرابط مثل ما هو مكتوب دي ان اس وكذا والى اخره، تعطيها الدوره حفظ، تعطيها حفظ، انتهى الموضوع. حفظ، انتهى الموضوع. نرجع وين؟ نحمل الرابط. طبعا شرحت لكم على ازاله الاعلانات، هاي لكم احسن قبل تحميل الملف، حتى خاف تقول اني لقيت اعلانات، انا واجهت اعلانات بالموقع، انا كذا. لا حبيبي، انت سوى هاي الخطوه وان شاء الله كل اعلانات ماكو، كل اعلانات ماكو. اول خطوه عندك ملفين، الملف الرئيسي اللي راح تحمله وراح يطول عندك بالتحميل لان نتنا ضعيف هنا، والملف الثاني هو هذا الجوال باسورد. ماشي، اثنيناتن ذني تحملهن، وهسه راح اعطيك الطريقه. انا نضغط على الرابط. شوفوا يا اخوان، ما عندي هنا اعلان واحد اجاني وانتهى الموضوع. ننتظره. انا هذا الاعلان اللي اجاني لان ما كنت مسوي موقع داخل عليه انا بالاساس، فجاني الاعلان. وراها تضغط هاي، شوف هاي، ووراها تضغط نكس، تضغط هاي، او عندك بالعربي التالي، وتنتظر شويه. بعدها نضغط هاي ونروح كذلك الى نكست. هنا يقول لك اختار الصور، قل له انا ليس ريبوت، راح تطلع لك هذا اشاره مرور، قل له هاي وهاي، وقل له موافق. دراجة نارية، دوس هيجي على الدراجة، 3 صور اختار. دراجة عاشين منك بخاري. انا ليس ريبوت، اضغط على هاي، شوف هاي، اضغط عليها، صلى على محمد. رابط جاهز تقريبا، تنتظر شوية ثواني. بعد ما انتظرنا تعطيه هاي متابعة، تضغطها، راح تطلع لك هيك صفحة يعني مضروبة. شلون المضروبة؟ انت شو تسوي؟ تنتظره ينزل الملف فوق. هذا ينزل، دا تشوفونه شباب، هذه نزل، هذا ينزل الملف، تنتظره ينزل. انا نازل عندي. بعدها اروح الزت شيفر، اضغط عليها، اروح الداونلود، لين راح تلقيه بالداونلود وهو نازل. طبعا يطول شوي الملف، انما صوره وملف، الصوره بها الباسورد والملف راح علمك شلون تنزله الى اخره وتنصبه. بعدها نفتح الداونلود. بعدها راح تلقي ملف مكتوب ملف هذا تثبيت السلاح وازاله سموك. شو تسوي حبيب قلبي؟ تضغط عليها، استخراج هنا، تعطيها استخراج هنا، هذا تضغط عليها، راح يطلع من عندك باسورد.
الباسورد موجود عندك بالملف الثاني تحمله نفس الطريقة حتى يتحمل عندك وتعرف الباسورد ايش قد. بعد ما خلينا الباسورد نقول له حسنا ننتظره شوية جاري استخراج. تمام. تضغط على الملف هذا الملف تضغط عليه، تروح على هذا الملف الاو بي بي ضغطه، تقول له نسخ. هاي نسخ موجود، تضغطها وترجع الى ملف اللعبة. تروح على ذاكرة الجهاز من فوق، تضغط هنا هاي فوق، تروح على ذاكرة الجهاز، تروح الى اندرويد تضغطها، بعدها الى ملف او بي بي هم تضغطه، بعدها على ملف كذا يعني ما نقدر نسميها بالفيديو اللعبة يعني. بعد هنا يطلع لك هذا، تضغط هاي، تضغط هاي لصق، يقول لك تطبيق على جميع الملفات، تخلي هنا تشي هاي صح. تشوف شلون انا دا اخليها جوا. هاي كانت ما بيها صح، اخليها صح يعني، واقول له استبدال على جميع الملفات، اضغط هاي، انتهى الموضوع، انتهى، بدل الملف كله. تمام شباب. بعد ما بدل الملف نروح نفتح اللعبة، ننتظرها شوية. هاي شباب اشتغلت اللعبة وما بيها شيء. تحياتنا للجميع، ان شاء الله ملف نجيبكم.